عارفين دراكولا؟ أشهر وأقدم فامباير ظهر في أفلام الرعب. كان أيقونة الرعب في فترة التمانينات والتسعينات. بس كنا كلنا عارفين إن فكرة وجود شخصية مصاص دماء ده شغل أفلام مش حقيقي. لكن في الفيديو ده هحكي لكم على فامبايرز دراكولا جنبهم ولا أي حاجة. 4 من الفامبايرز أقدم وأشرس من دراكولا بكتير. والمرعب إن في ناس لحد دلوقتي مصدقة إنهم حقيقيين وموجودين فعلا. لأ، وبيعملوا تعويذ عشان يحموا نفسهم ويحموا أهلهم من الفامبايرز دول. خلونا منطولش في المقدمة ونبدأ في قصتنا على طول. أهلا بيكم في عالم مصاص الدماء. استريغوي، الميت اللي مش عايز يفضل ميت. في سنة 2004 في قرية في رومانيا أسرة كاملة طلعت جثة راجل مات من 6 شهور، وراحوا مقطعين قلبه وحرقوا جثته ورموا رماده في المية. ولما الشرطة قبضت عليهم سألوهم ليه عملتوا كده؟ ردوا عليهم وقالوا إنه رجع يزورهم بالليل، كان بيقعد على صدرهم وهم نايمين. الحادثة دي حصلت في رومانيا، البلد اللي ظهرت فيها شخصية دراكولا. أسطورة بتتكلم عن مصاص دماء أقدم من دراكولا وأشرس منه بمراحل، اسمه ستريغوي. بيعض ضحيته زي دراكولا بالظبط، لكنه مش بيمص دم الضحية، ده بيمص الضحية كلها حرفيا. بيمص دمه، ذكرياته، أفكاره، بيخلي الضحية في النهاية مجرد جثة فارغة. ستريغوي، الميت اللي مش عايز يفضل ميت. واحد مات بس بيطلع من قبره كل يوم بالليل يخبط على البيوت، وأول ما الناس تفتح الباب يبتدي ستريغوي يتغذى عليهم واحد ورا التاني. ستريغوي لما بيرجع عشان يهاجم الناس بيرجع بنفس شكله القديم اللي كان عليه قبل ما يموت، لكن الفرق الوحيد هو إن مكان عينيه بيكون فاضي، مكانهم بيكون فيه سواد. وبيتقال إنه بيرجع بالصورة دي لأنه اتمس من الشيطان قبل ما يموت. وبيتقال كمان إن في علامات بتظهر في البلد اللي بيظهر فيها ستريغوي، وعن طريق العلامات دي كان أهل البلد بيعرفوا إن في ستريغوي في بلدهم. زي مثلا إن الحيوانات كانت بتتصرف بطريقة غريبة، والبيبيهات الصغيرة كانت بتعيط من غير سبب، واللبن مثلا كان بيتحول لمية، والناس كانت بتموت واحد ورا التاني وبدون سبب محدد. كل العلامات دي لما كانت بتظهر كان الناس بتعرف إن بلدهم فيها ستريغوي. الناس عشان تحمي نفسها من ستريغوي كانوا بيعملوا حاجات مرعبة حرفيا. كانوا بيروحوا على قبر الميت اللي شاكين إنه اتحول لستريغوي، يفتحوا القبر ويطعنوا قلب الميت بوتد خشبي، وبعدين يقطعوا راسه ويحطوها عند رجليه. وأحيانا تانية كانوا يطلعوا جثة الميت من قبره ويحرقوها لحد لما تبقى رماد، وياخدوا الرماد ده ويرموه في النهر أو في البحر عشان يتأكدوا إنه مش ممكن يرجع تاني. ستريغوي واحد من أقدم مصاصين الدماء اللي اتذكر في الأساطير والقصص الشعبية. واحد من مصاصين الدماء اللي في ناس لحد دلوقتي لسه مصدقة إنه فعلا موجود. قصتنا التانية عن ليليث، الشيطانة مرضعة الدم. خلونا نتنقل من رومانيا ونروح للعراق، لكن في زمن قديم شوية، زمن الحضارة البابلية القديمة. كانت الناس وقتها بتخاف من روح شريرة، أو بمعنى أصح كانت بتخاف من شيطانة. لما كانت بتظهر لحد كانت بتظهر في صورة ست جميلة، شعرها طويل، اسمها رفيع، لكن عينيها كانت مليانة دموع وحزن. ليليث الشيطانة
مرضعة الدم، أسطورة كتبها الكهنة البابليين على ألواح من الطين. الألواح دي موجودة دلوقتي في المتحف البريطاني في لندن. الأسطورة بتقول إن الشيطانة ليليث كانت بتظهر بالليل عشان تدور على الأطفال الرضع، كانت بترضعهم دم بدل من اللبن، وكانت كل نقطة دم بتنزل في بق الطفل الرضيع كان قصادها جزء من حياة الطفل ده بتروح، وكانت تفضل ترضع الطفل ده دم لحد لما حياة الطفل ده تنتهي بالكامل. الكهنة كانوا بيعملوا طقوس حماية عشان يحموا الناس ويحموا الأطفال، وكانوا بيعملوا تميمة يعلقوها في البيت، وأحيانا يعلقوها في رقبة الطفل الرضيع. التميمة دي كان بيكتبوا فيها: ابتعدي أيتها الروح العطشة، اتركي هذا البيت، لا دم هنا لك. وبيقال إن لحد النهاردة في بعض الناس بيعملوا طقوس شعبية لما بيتولد لهم أطفال عشان الشيطانة دي ما تقربش ناحيته. ليليث كانت مختلفة عن دراكولا. دراكولا كان بيمص الدم، لكن ليليث كانت بتدي دم للضحية، لكن الاتنين في النهاية كانوا بينهوا الحياة من جسد ضحاياهم تماما. قصتنا التالتة عن الإكيمو، أول مصاص دماء في التاريخ. إحنا لسه في العراق في زمن الحضارة البابلية عشان نتكلم عن أسطورة بتحكي عن أول مصاص دماء في التاريخ، بس لا كان له أنياب ولا جناحات بيطير بيهم، كان عبارة عن روح تايهة غضبانة وعطشانة للاتهام. الإكيمو حسب الأساطير القديمة هو روح إنسان مات بس مرتاحش، والسبب إما إنه مات مظلوم وروحه رجع تاخد حقه، أو إنه لما مات محدش عمله طقوس الدفن بطريقة صحيحة اللي كانوا شايفينها ضرورية جدا عشان روح الميت تكون مرتاحة. الإكيمو عشان كان روح ما كانش بيبان للناس، لكنه بيهاجم ضحيته في صمت، بيسحب الحياة من جسم الضحية لحد لما تبقى مجرد جثة حية، وبعدها يموت من غير ما حد يعرف ايه السبب. الكهنة في الحضارة البابلية وصفوا الإكيمو على إنه ظل أو روح. صوت أنفاسه كانت عبارة عن صوت صفارة، لما بيقرب من ضحيته الضحية كانت بتحس ببرودة تخلي الجلد يقشعر، ولو صدفة قدر الضحية إنه يشوف الإكيمو كانت دي بتبقى آخر ليلة الضحية هيقدر ينام فيها. الحضارة البابلية لما كان حد يبدأ يمرض من غير سبب محدد، أو جسمه يبدأ يضعف أو يبدأ يهلوس أو ما ينامش، كان الكهنة بيقولوا إن في إكيمو بيحوم حواليه، وكانوا بيعملوا طقوس خاصة عشان يطردوا الإكيمو قبل ما يسيطر على ضحيته بالكامل. الطقوس دي كان اسمها طقوس الاسترضاء أو الطرد. يعني في الأول كانوا بيحاولوا إن هم يسترضوا الروح دي ويشوفوا إيه السبب اللي مخليها غضبانة، ويحاولوا يشوفوا حل، ولو منفعش يبدأوا يعملوا طقوس الطرد، يعني يعملوا طقوس تانية خالص عشان يطردوا بيها الروح دي. ولو فشلوا في طقوس الاسترضاء وطقوس الطرد وقدر الإكيمو إن هو يسيطر على ضحيته، وقتها كان الكهنة يسيبوا الضحية وأهل الضحية يواجهوا مصيرهم، لأنهم كانوا بيعتقدوا إن الإكيمو هيخلص على ضحيته وهيكمل بعد كده على باقي أهل البيت واحد ورا التاني. لكن كان في بعض الكهنة اللي كانوا بيحاولوا إنهم يطردوا الإكيمو قبل ما يبدأ يسيطر على أهل بيت الضحية. كانوا بيعملوا طقوس اسمها طقوس الطهارة، وهي إنهم كانوا بيولعوا بخور معين ويرددوا كلام، وبعدها يعملوا تمثال صغير من الطين عليه اسم الضحية،
ويدفنوا التمثال ده في قلب البيت. الإكيمو ما كانش بيشرب الدم بالطريقة اللي احنا نعرفها، لكن بحسب الأساطير كان بيتغذى على الحياة. في نص قديم في الحضارة البابلية مكتوب فيه: الروح الغاضبة تشرب من الجسد ما يكفيها، وإن لم ترتوي أكلت القلب. قصتنا الرابعة عن جيانج تشي، فامباير يمتص طاقة الحياة. تخيل نفسك تكون ماشي في شارع ضلمة وتسمع صوت حد بيتنفس قريب منك، فتبص حواليك فتتفاجئ إن في جثة حد ميت واقفة بتبصلك، وفجأة بتنط من مكانها ناحيتك عشان تهاجمك. ده مش كابوس، ده كائن اسمه جيانج تشي. الجيانج تشي هو جثة حد مات ورجع تاني للحياة، بس مش عشان تدور على دم زي مصاصين الدماء، دي رجعت عشان تدور على تشي. التشي في اللغة الصينية هي الطاقة الحيوية الموجودة جواك. أسطورة الجيانج تشي أسطورة قديمة جدا، بدأت في فترة حكم أسرة تشينج في الصين. وقتها الناس كانت بتعتقد إن الجثث اللي ماتت بعيد عن بيتها لازم ترجع تدفن وسط أهلها عشان روحها ترتاح. لو ده ما حصلش لأي سبب كان الميت بيصحى تاني بعد ما يتحول ويبقى جيانج تشي. وبيتقال في الأساطير والقصص الشعبية الصينية إن في أكتر من سبب تاني ممكن يخلي الميت يتحول لجيانج تشي، زي مثلا إنه مات موتة عنيفة أو موتة بشعة، أو إنه ما تعملوش طقوس دفن كاملة. الجيانج تشي شكله في الأساطير والقصص الشعبية الصينية بيكون عبارة عن كائن وشه أبيض مزرق كأن الدم اختفى منه، جسمه متخشب زي المومياء، دايما لابس لبس صيني قديم، وعينه مفتوحة على الآخر من غير رموش. بس أغرب حاجة إنه لا بيمشي ولا بيطير عشان يهاجم ضحيته، ده بينط على الضحية. الجيانج تشي لما بيهاجم ضحيته مش بيعض، هو بيقرب من الضحية ويشم ريحة نفسه، ولو حس إن عنده تشي أو طاقة قوية يمسكه بكل قوة وبيبدأ يمص الطاقة منه لحد لما الضحية يقع جثة متصفية لحم على عظم. اللي يخوف أكتر إن لو الجيانج تشي ممتصش طاقة ضحيته كلها وساب جزء منها، الضحية تتحول هي كمان لجيانج تشي، بمعنى إنه لا إما الضحية تموت يا إما تتحول لجيانج تشي. الناس في الصين كانوا بيحموا نفسهم من الجيانج تشي عن طريق إنهم كانوا بيجيبوا ورق لونه أصفر ويكتبوا عليه تعويذ بالدم، يشيلوا الورق ده معاهم. وأحيانا تانية كانوا يشيلوا معاهم مرايات صغيرة أو يحطوا مرايات كتير في البيت، لأنهم كانوا بيعتقدوا إن الجيانج تشي بيخاف يشوف صورته في المراية، وإنه لو شاف صورته ممكن يموت وينتهي. ده غير إنهم كانوا أحيانا يروحوا للمكان المدفون فيه الشخص اللي تحول لجيانج تشي ويرموا على تربته حبوب رز أبيض، لأن الناس كانت بتعتقد إن حبوب الرز الأبيض بتمنع الجيانج تشي من إنه يطلع من تربته. في كتاب اسمه Strange Stories from Chinese Studio أو حكايات غريبة من الصين، مؤلف الكتاب ده ذكر قصة إن في قرية اسمها شينغتشان، وإن في واحد في القرية دي اسمه لو يي مات وهو مسافر، بس ما فيش حد قدر يجيب جثته عشان يدفنها في البيت. وبعد كذا يوم أهل بيته سمعوا صوت حد بينط فوق السقف، وفي مرة سمعوا صوت حد بيخبط على باب البيت، وأول ما فتحوا الباب لقوا لو يي واقف قدامهم، وفجأة راح ناطط ناحية جدته اللي أول ما قرب منها وقعت على الأرض وماتت في ساعتها. كل اللي كانوا موجودين بيقولوا إنهم ما شافوش غير دخان أبيض طالع من صدر جدته، وإن لو يي كان بيشفط الدخان ده.
في الصين ولحد النهاردة في بعض القرى الناس بتخاف تسيب الميت من غير ما يدفن بسرعة. في ناس بتأكد إنهم شافوا جيانج تشي بينط من فوق بيت للتاني وسط عتمة الليل. ومع نهاية قصتنا عن جيانج تشي تكون خلصت حكايتنا عن الفامبايرز الأربعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم هشام صلاح وانتوا على قناة دهاليز، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.